يا صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فيديو النهارده واخيرا برفيوم بسعر اقتصادي. لو حابين انكم تشتروا برفيوم بسعر كويس واوريجينال وكمان الجوده بتاعته كويسه، هقول لكم على انواع فعلا سعرها حلو جدا وكمان ثباتها كويس. انا مش بفضل خالص فكره البرفيوم الكوبي او هاي كوبي او الاوتلت. لو حابين فعلا تشتروا برفيوم سعره كويس الجوده بتاعته كويسه، طبعا في الحاله دي البرفيوم الاوريجينال طبعا هيكون احسن بكتير، بس الاماراتي لان الفرنسي سعره غالي. اول برفيوم معايا اماراتي وهو اسمه جميله، ودي شكل العلبة. سعره في حدود 250 ل 280 بالكتير. انا سيب لكم لينك الجروب اللي اشتريت منه البرفيوم، وده اماراتي وحجمه 80 ملي. ودي شكل العبوة، شايفين العبوة شكلها شيك جدا وقيم وتقيلة، والتقفيل بتاعها طبعا برضو حلو جدا. طبعا بيكون غير خالص الهاي كوبي والاوتلت اللي بيكون فيه ديفوهات وغلطات كتير. عبوة تقيلة طبعا جميلة، ريحتها عبارة عن ورود وفواكه بسيطة وغالبة عليها ريحة الياسمين. بص ريحتها حلوة جدا، هي اماراتي بس ممكن تكون شوية الريحة بتاعتها فرنسي. بنات بتحب اكتر الحاجات اللي بتكون ورود وزهور والروائح اللي بتكون شوية في الغالب فرنسي. برفيوم جميلة اماراتي بس ريحته شوية اكتر فرنسي، فاي حد بيحب الورود والزهور وكمان زهرة الياسمين طبعا انصحه جدا انه يجربه. انا عن نفسي عجبني. بالنسبة بقى للثبات بتاعه، البرفيوم الاماراتي ثباته يوم، يعني مجرد ما بترشيها في البداية بتبقى ريحة قوية وواضحة وبتفضل مع اخر اليوم الريحة بتكون خفيفة، يعني بس اللي بيكون قريب منك ممكن يشم الريحة. بتفضل على الهدوم، ممكن تاني يوم لو مسكتي الهدوم بتلاقي فيها الريحة، بس مش اكتر من كده. انا شايفة برضو ثباتها كويس احسن بكتير من انواع تانية كوبي وهاي كوبي. الثبات بتاعهم بيكون ضايع، لكن ده فعلا ثباتها كويس، بيفضل معاكي يوم قوي ونفاذ. مع اخر اليوم يبتدي يخف بالتدريج لحد ما تبقى بس الريحة واضحة لما حد يقرب منك جامد. طبعا انا عن نفسي بستخدم البرفيوم في البيت مش بستخدمها بره. بالنسبة لي جميلة حلوة جدا وانصحكم بيها، وسعرها 250، فحلوة جدا لو حد عايز حاجة شيك، والعلبة كمان شيك جدا وقيمة وفي نفس الوقت حاجة اوريجينال احسن بكتير من الحاجات الكوبي. في كمان المخمرية دي، لو حد بيحب المخمريات انا عن نفسي بحبها جدا، يعني انا عن نفسي بعشق المخمريات اكتر من البرفيوم نفسها، طول بستخدمها. طبعا اجي اتكلم عن جمال العلبة، تحفة طبعا وقيمة جدا وازاز، والكواليتي بتاعتها حلوة جدا، وكمان سعرها 135. عجباني فيها ان التقفيل بتاعها حلو جدا، يعني انا جربت مخمريات كتير كنت بحس انها بتوقف. بصوا تحفة وبتتقفل حلو جدا، وبتاخدي منها نقط بسيطة، دي منها بس حاجة بسيطة لان ريحتها طبعا قوية جدا ونفاذة، بس ريحتها جميلة. انا هقول لكم الريحة اللي انا اشتريتها، هم عندهم كذا نوع بس انا اكتر نوع بحبه اسمه عود مود، عبارة عن مخمرية زي زيت عطري. العبوة طبعا مش كلها الزيت العطري ده، شايفين فيه عبوة كده صغيرة جواها اللي هي مش عارفة هيبقى باين لكم ولا لا، هي دي بس العبوة اللي فيها الزيت العطري. حجم العبوة اللي فيها الزيت العطري انت حرفيا مش بتحتاجي منها غير نقطة، وبتيجي في علبة زي كده. عايزة اقول لكم عود مود، لو هتشتروا مخمرية هاتوا النوع المكتوب عليه عود مود. بصوا ما تخافوش انه يكون شرقي قوي، لا انتوا عارفين العود اللي فيه شجري وتحسوا ريحة مش عارفة، ريحة حاجات مسكرة بس حلوة زي بونبوني او فراولة، مش عارفة اوصف لكم جمال الريحة. ريحة العود بتاعتها فعلا جبارة، عود كده شجري على بونبوني على فراولة. حتى لو مش بتحبوا الروايح الشرقي لان العود بتاعها مش حاساه شرقي قوي. كمان النوع ده بس رجالي اسمه عود، ده بيكون شكله طبعا برضو شايفين شكل الباكجين، وطبعا بيكون في الكود. عايزه اوريكم الحاجات الاماراتي الاوريجينال، بيكون الكود نفسه في الازازه من جوه، لما تعملي كده بيكون مكتوب باللون الاحمر وبيكون نفس الكود اللي موجود هنا. وما اعتقدش الحاجات الاماراتي في منها اصلا كوبي.
الحاجات الاماراتي بتكون في رينج ال 250 ل 300 بالكتير عشان محدش يغلي عليكم اكتر من كده. الرويال ايسنس بصوا ريحتها شرقي جدا، فاللي بيعشق العود والخشب والحاجات العود التقيله، لان ريحتها فعلا تقيله، فاللي بيحب الروايح التقيله والعود التقيل وفيه خشب الصندل والحاجات انتوا عارفين اللي بتكون قويه وفخمه وتقيله، دي رجالي، فريحتها حلوه جدا، وكمان سعرها حلو، سعرها كام 200 جنيه. تحبوا الحاجات الفرنسي قوي، رغم ان انا يعني من وجهة نظري لو هرشح لكم الاماراتي عشان تاخدوا حاجة اوريجينال وسعرها كويس. يعني لو نفسكم في برفيوم معين فرنسي، في الحالة دي يعني لو حابين خالص تشتروا الحاجات اللي بيكون مكتوب عليها زي تيستر، هتاخدوا بالكم هنا مكتوب عليها تيستر، بتكون نفس ريحة الاوريجينال بالظبط، بس مش نفس الثبات خالص عشان تكونوا عارفين. يعني لو حابين الفكرة، بس انا طبعا برشح لكم الاماراتي اكتر. بس يعني لو نفسكم في عطر معين وعايزين تشتروه بسعر كويس، انا اشتريت النوع ده عشان بحب ريحته، هو برضو ثباته يوم واحد، وريحته طبعا شيك وفخمه. مش محتاجه اتكلم عن البرفيوم ده لان هو اصلا مشهور ومعروف، والروايح على فكره قويه. ثباته معايا يوم واحد، طبعا ده غير الاوريجينال الاصلي، طبعا بيكون ثباته اكتر من كده، بس انا بالنسبه لي يعني يوم واحد كفايه. اشتريتها بس عشان بحب ريحتها، واشتريتها ب 280، فبرضو لطيفة. بس انا برشح لكم يعني من وجهة نظري الحاجات طبعا الاوريجينال الاماراتي اكتر، بس برضو انا بالنسبة لي دي كانت لطيفة وبرضو ثابتة يوم، وريحتها طبعا مش محتاجة ان انا اتكلم عليها قد ايه ريحتها حلوة ورقيقة وفخمة. حابين برضو برفيوم فرنسي وسعره معقول شوية في حدود 1000 او 1500، فانا كنت عامله فيديو قديم في البرفيوم الاوريجينال الفرنسي، ومعظم الانواع اللي اتكلمت عليها كان سعرها شويه معقول، برضو لو حابين انكم تشوفوه. بس انا عملت الفيديو ده بناء على طلبكم اني ارشح لكم حاجه برضو اوريجينال وسعرها كويس ومعظمكم يقدر انه يشتريها. فيا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حابين تسالوا عن اي حاجه اكتبولي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. شكرا ليكم ومع السلامه.